بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثاني من ان احنا ازاي نعرف قطع الغيار المضروبه اللي موجوده في السوق المصري. للاسف اللي بعض المستوردين عديم الضمير بيجيبوها للبايكرز او الركاب الفسبه في مصر. طبعا احنا عندنا طنبوره، الطنبوره دي اللي هي الطنبوره الورانيه. احنا عايزين الطنبور ميدن تايوان زي ما احنا شايفين. ده الختم او المارك تحت الطنبوره ميدن تايوان، ما فيهاش اي للاسف اي علامات تانية او اي اسم مستوردين. الطنبوره زي ما احنا شايفين بيتشرخ من النص. الطنبوره دايما التايواني اللي بتعمل المشكله دي، واحنا النهارده معانا اكتر من طنبوره وفيها نفس المشكله، وفينهم طنبورتين صحابهم عاملين حوادث وموجودين بيتعالجوا لحد دلوقتي. دي طبعا طنبوره مشرخه، ده العصب بتاعها زي الزفت. دي الطنبوره برضو احنا بنشوفها ميدن تايوان. ده منظر الختم وده منظر الشرخ حوالين داير. طبعا دي صاحبها لحق نفسه قبل ما يحصل حادث بالفسبة. دي طنبورة تايواني. عندنا طنبورة دي صاحبها للأسف عمل حادثة، يعني كان الله في عونه. برضو مكتوب عليها ميد ان تايوان، ميد ان تايوان يعني صنع في تايوان. زي ما احنا شايفين الطنبورة خامة يعني أوسخ من تكون من الزبالة. يعني لو هما بيجمعوها من زبالة المخلفات مش هتبقى كده. طبعا شايفين السمك زي الخرا، رفيع جدا. دي الطنبورة. ده صاحبها عمل حادثة وموجود بيتعالج لحد دلوقتي. طبعا الطنبوره موجوده من يعني مش عايز اقول ان بعض المحلات، اقول للاسف يعني ما بعيبش على المحلات اكتر، ما بعيب على المستوردين اللي ما عندهمش ضمير او اللي بيسترخصوا في حياه المواطنين. طبعا جهاز حمايه المستهلك يقدر يتعامل معاهم، لان احنا مش جهه رقابيه ولا احنا جهه بنحقق في اي حاجه. احنا بكل اللي يهمنا قطعه غيار نظيفه وسعر نظيف. للاسف ده مش موجود. دي تاني طنبوره. طبعا عندنا نوع ثالث، طنبوره هندي اسمها هنشوفه دلوقتي، اسمها السيلكينج. زي ما احنا شايفين هذا منظر الطنبوره. طبعا زي ما احنا شايفين عشان مفيش حد يقول لك اصل الجوايد ومش الجوايد بتاعتها الفابريكا بتاعتها سليمه. لا، الطنبوره شرخت من هنا، صاحبها عمل حادثه. موجودين نقدر نقدمهم لاي جهه تحقيق. وادي الطنبوره الثانيه زي ما احنا شايفين المنظر. طنبوره زي الزفت، صاحبها عمل حادثه برضه هو كمان. طنبوره ميدن تايوان. فاحنا بنحذر يا جماعه، بما ان احنا مش عارفين نقدر نمسك الطنبوره يعني علامه مميزه عن الطنبوره المضروبه من الطنبوره اللي هي مش مش قابله للكسر او مش قابله للكلام ده كله. طبعا الطنابير زي ما احنا شايفين كلها الجوايد الاصليه بتاعتها، ما فيش ولا طنبوره فيهم معمول لها جويد بالمنظر ده، كلها جوايد الفابريكا. عشان مفيش حد يقول لك اصل ايه وادي المشرشر كله سليم في الطنابير الثلاثه. مش حد يقول لك اصل انت كنت شربت كويس، لا دول اكتر من طابور، عندنا اكتر من 6 طنابير بالمنظر ده. بس انا بتكلم ان حياه البني ادم المفروض ما بتساوي اكتر من 100 جنيه او 150 جنيه طبعا طنبوره بالمنظر ده. طبعا النهارده دول الطنابير الموجوده. للاسف انا بحذر الناس، او ان احنا كنادي الفيسبوك مصر بنحذر الناس من شراء الطنبوره التايواني اللي مكتوب على ميدن تايوان، ومن الطنبوره اللي مكتوب عليها السيلكينج اللي هي الهندي. فيفضل نجيب الطنبوره الايطالي اللي هي الفا، سواء اللي هي النوع السبور او العادي. تقريبا سعرها من حوالي 200 وشويه لحد 400 وشويه. اضمن من ان احنا نجيب ايه البضاعه الرقيقه والفاسده بالمنظر ده. شكرا. ده كان فيديو بسيط عن الطنابير اللي احنا شايفينها دي. يجي مستورد في الاخر يقول لك انت بتسوقي سمعتي. لا، انت اطلع دافع عن نفسك، قول الطنابير دي مش بتاعتي والطنابير دي بتاعت فلان وفلان، يتحمل المسؤوليه الجنائيه ويتحمل مسؤوليه الجوده اللي للاسف بيبيعوها لنا بفلوس. يعني ما حدش بيروح يقول له عايز طنبوره اداله ببلاش، لا بنشتري. يعني الطنابير 3 حالات قدامنا وفي اكتر من حاله جات لنا، بس احنا للاسف الوقت ما كانش يساعدنا ان احنا نسجل الايه الطنابير. طبعا ده السمك زباله زباله زباله، يعني سمك زباله. شكرا. نادي الفيسبا المصري هيقدم لكم دايما اجزاء عن القطع غير الاصليه والمصادر الموثوق منها. قريب جدا هننزل لكم باماكن الفنيين المعتمدين ومعاهم اماكن التجار المعتمدين على مستوى القاهره والجيزه واسكندريه. شكرا.